عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ محسن. حياك الله أخ سعد. أهلا بك. إذن المؤتمر الختامي اليوم للمؤتمر العربي للبرلمانات الذي عقد في بغداد برئاسة رئيس الاتحاد السيد محمد الحلبوسي دعا إلى زيادة التعاون والتنسيق الإقليمي لإنهاء آفة الإرهاب، إضافة إلى توسيع آليات التعاون بين الدول بالتحديد العربية. أسأل عن إمكانية حدوث ذلك في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم وتحية لقناتكم، تحية لمشاهدينا الكرام. يعني حقيقة اليوم قمة الاتحاد البرلماني 24 في بغداد هي حقيقة بالوقت المناسب الآن، هي لدعم واستقرار لسيادة العراق. يعني هاي دلالة على اليوم قوة العراق وانفتاحه وعلى محيطه العربي. يعني العراق كنا نعرف غابة طويلا عن المشهد البرلماني العربي. الآن بغداد أصبحت يعني حقيقة قبلة سياسية تسعى إلى من خلال هذه القمة يعني تعزيز عودتها الدورة الدبلوماسية الخارجية على الصعيدين العربي والإقليمي، وتسعى اليوم بغداد للحصول على الدعم العربي والاستقرار وسيادة العراق. يعني اليوم نقش كثير من الملفات، يعني هناك الكثير من الملفات التي نوقشت في هذه القمة، يعني على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وأوضاع سوريا وفلسطين والعراق واليمن، كذلك اليوم الدفاع العربي المشترك والأمن الغذائي وتأمينه، كذلك بطالة الشباب، يعني وكثير من الملفات، الغزو الفكري، نبذ يعني كثير وكثير اليوم. لكن اليوم حقيقة الملفات المهمة التي نوقشت هي كما تفضلت اليوم. العالم يعيش في مرحلة صعبة الآن، يعني وهذه القمة أتت في الوقت المناسب. ممكن أن نجعل من هذه القمة يعني العالم كنا نعرف اليوم هو تحول إلى روسيا والحرب الأوكرانية الروسية، وتحول إلى محاور، يعني المحور الأول والمحور الثاني. والقمة العربية هذه أتت حقيقة في وقتها المناسب اليوم، واجتمع الأخوة العرب في دار السلام واحتضنهم العراق، وشاهدنا اليوم وسمعنا كثير من الخطابات لرئاسة البرلمانيين، لرئاسات البرلمانيين، كانت هي حقيقة تمدح بالعراق وشعب العراق وضيافة العراق. وكانت الدول والوفود الخليجية حقيقة أثنت على العراق ودوره في تنظيم بطولة كأس الخليج، وكانت هي خطوة إيجابية والخطوة الأولى لانفتاح العراق السياسي والاقتصادي. كذلك اليوم كثير من الملفات ناقشت. أنا أقول بصراحة أخ سعد، شئنا أم أبينا، كما قال سيدنا عمر، العراق جمجمة العرب وكنز الإيمان ومادة الأمصار، ورمح الله في الأرض فاطمئنوا فإن رمح الله لا ينكسر. حقيقة اليوم رغم هذه الظروف الصعبة في العالم الإقليمية وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لا زالت نجحت نجاح هذه القمة، وكان برئاسة السيد الحلبوسي، وأعطت صورة واضحة على أن العراق الآن يعيش مرحلة هدوء. لكن أقول بصراحة اليوم إحنا إذا لم نكن من الداخل اليوم التعاون في هنا بودي أن أسألك أستاذ محسن، هنا بودي أن أسأل جنابك الكريم. ذكرت أن هنالك في اليوم في هذه الجلسة واضح أن هنالك انفتاحا كبيرا، نتحدث خاصة الجانب الاقتصادي وما إلى ذلك. هل الأرضية العراقية اليوم بشقيها السياسي والأمني مهيأ لتحقيق كل ذلك؟ يعني حقيقة اليوم إذا رجعنا إلى اليوم الكتل والأحزاب السياسية وما تعيشه داخل العراق السياسي، يعني حقيقة الجو السياسي ساخن. لا زال العراق هو يعاني من أزمة ثقة بين الشارع العراقي وبين السياسيين. لكن اليوم أعتقد اليوم الخارج لا يثق بالعراق من الداخل السياسي. العملية السياسية مبنية على المحاصصة والمكونات التركيبية. رغم كل هذه اللقاءات والمؤتمرات في الداخل وفي الخارج، ولاحظنا كثير من المؤتمرات واللقاءات، لكن يبقى الجواز العراقي في ذيل القائمة. لماذا الجواز العراقي أخ سعد في ذيل القائمة والهوية العراقية في المطارات، حتى في هذه المطارات
العربية اليوم لا يحترم الجواز العراقي، هاي دلالة على أن اليوم السياسي العراقي لم يصل إلى النضوج السياسي. أنا أقول على القوى السياسية الحاكمة تغيير من سلوكها السياسي وإيصال صورة حقيقية عن العراق. هذه الصورة الحقيقية عن العراق الديمقراطي الجديد. لا زلنا نعيش صراعات سياسية ساخنة بين الكتل وبين الأحزاب، ولا زال الفساد العراقي حقيقة. اليوم العالم ليس ببعيد عن العراق، كل الدول العربية اليوم تشاهد العراق وهذا الفساد المستشري الكبير على يعني مستوى كبير، يعني الفساد الموجود في العراق. والعراق هو يعني ركن من أركان الاستقرار في المنطقة. إذا استقر العراق كما أكدت خطابات رئاسة البرلمان والموجودين والمتواجدين في البرلمان وخطاباتهم اليوم، أنا أقول استقرار العراق هو استقرار للمنطقة وللخليج. كذلك اليوم هو أصبح التعايش يعني بين دول الخليج وبين الدول العربية والدول الأفريقية. كذلك اليوم العراق علينا في هذه المرحلة أن ننفض الغبار وننهض من جديد، وأن نتبادل فيما بيننا التصافح، ونقول كفانا فسادا، كفانا ظلما لشعبنا. اليوم العراق هو يتوجه بثوب جديد إلى العالم، وشاهد العالم اليوم القمة العربية اللي غاب عنها العراق اليوم. خطوات كبيرة اليوم في العراق، ممكن أن نجد حلول لهذه الخواطر. وهذه حقيقة اليوم السياسيين يتعظوا من هذه القمة، يجب أن يوحدوا صفوفهم، يجب أن ينزلوا إلى الشارع العراقي. كيف شاهدنا المسؤول العربي عندما يأتي ويتكلم بهذه اللغة عن العراق وعن حضارة العراق وعن تاريخ العراق. أقول الحمد لله العراق الآن استعاد موقعه العربي على جميع المستويات والصعد العربية والعالمية. نعم. طيب أستاذ محسن، برأيك كيف تراقب وتنظر واشنطن إلى هذا الانفتاح العراقي الكبير، ومثل هكذا مؤتمر يعقد في بغداد، إضافة إلى الدول الإقليمية لعله من أبرز تلك الدول نسأل أنقرة، طهران مثلا؟ يعني أنا نوهت في بداية كلامي، يعني اليوم العراق هو منقسم إلى محاور. المحور الأول أمريكا وأوروبا ودول أخرى منضوية تحت هذا المحور. المحور الثاني هي روسيا والصين وإيران. يعني حقيقة اليوم احنا العراق بلد مستقل، العراق بلد هو من حقه اليوم أن يرجع إلى حضنه العربي وأن يبتعد عن كل هذه المسميات. يعني سياستنا يجب أن تكون متوازنة مع الجميع، يعني مع تركيا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الصين، ولاحظنا بالفترة الأخيرة كيف كانت هناك زيارات لواشنطن، لألمانيا، لفرنسا. يعني أنا أقول مو من حق جميع هذه الدول أن تتدخل في الشأن الداخلي العراقي، بما أننا لا نتدخل في شؤون هذه الدول. يعني واليوم هو العراق أنا أعتقد هو يسير في الطريق الصحيح. يعني الدبلوماسية العراقية يعني لا زالت يعني غير فاعلة في هذه المرحلة. يعني واعتقد اليوم الخارج كما نوهت اليوم لا يثق بالعراق ويقدم خطوة ويرجع خطوة إلى الوراء، لأن في العراق هو ينظر إلى العراق وينظر إلى ما المشهد العراقي من الفساد ومن الازدواجية والتعامل، والمشهد السياسي دائما هو ساخن في العراق على مستوى الداخل أتكلم. نعم. اليوم هاي فرصة كبيرة للسياسيين. طيب، وهل يرقى لهذه الدول وتشعر بالارتياح حينما ترى العراق بدأ يستعيد نشاطه وثقله العربي والإقليمي من خلال هكذا مؤتمرات وهكذا ندوات كبيرة بهذه الصورة؟ يعني أكيد اليوم العراق بلد مستقل، بلد هو منضوي تحت الجامعة العربية، عضو هو مؤسس في جامعة الدول العربية. يعني لا تدخل في شؤون الغير، والدول لا تدخل بشؤوننا. احنا مو ضيعة ولا ولاية تابعين إلى هذه الدول، إلى أنقرة ولا إيران وإلى أمريكا. يبقى العراق هو عراق للجميع، والسياسة العراقية منفتحة على الجميع حقيقة.
وأنا أقول للسياسيين مصلحة العراق أولا وأخيرا يجب أن تكون في أوليات السياسة العراقية. السياسة العراقي عندما يتوجه إلى كل هذه الدول أن يضع مصلحة العراقيين ومصلحة الشعب العراقي في أوليات الحوار الذي يجري مع كل هذه الدول. لا يعنينا اليوم أنا عندما تنزعج إيران، تنزعج تركيا، تنزعج، المهم أنا عربي ورجعت حضني العربي، لا أنسلق عن هويتي العربية اللي أني آلاف السنين أنا عربي. ما يهمني أنا من ينزعج من هذه الدول، المهم أنا رجعت إلى حظ الدول العربية، واليوم هذا انتصار كبير للعراق على المستوى السياسي. نعم. شكرا جزيلا الأستاذ محسن البهادلي المحلل السياسي، حدثتنا عبر سكايب.